ما لقيتش بصراحة اسهل ولا اسرع من الكوباية دي ترطب علينا في الجو الحر اللي احنا فيه ده. ما تيجوا نشوف عملناها ازاي. بس اول حاجة نصلي ونسلم على رسولنا الكريم ونقول بسم الله. اول حاجة هنا طلعت الفواكه اللي كانت موجودة عندي في التلاجة وبدأت ان انا اقطعها مكعبات كده زي ما انتوا شايفين. انا كان عندي تفاح وبرقوق وعنب وموز ومانجا. طلعت البرقوق والتفاح قطعتهم مكعبات كده وفردت العنب وعصرت عليهم بقى نص ليمونه عشان التفاح والبرقوق عندي ما يسودش. قلبتهم تقليبه حلوه وركنتهم على جنب. بعدين جبت بقى المانجايه اللي موجوده عندي هنا، بدات ان انا اقشرها كده زي ما تكون بطاطسايه بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى اخد القشر كده واحطه في بوله كده على جنب لوحده، وبعدين هخلي المانجايه اللي موجوده عندي. تقدري تعملي كوبايه الفخفخينه الحلوه دي باي فاكهه موجوده عندك، فانا ده اللي كان موجود عندي فضل ونعمه الحمد لله، فاشتغلت بيه وكان طعمها حلو جدا جدا. كمان لما بتقعد لتاني يوم بتبقى احلى واحلى. طبعا هنا البذرة بتاعت المانجا بشيل من عليها اي لحمة من لحم المانجا، وبرضو بحطها في البولة بتاعت القشر ومش برميهم ابدا. بجيبهم كده وبحط عليهم نص لتر من المية، اغمرهم كده بالمية واركنهم على جنب، وهوريكم هنعمل بيهم ايه اخر الفيديو. جبت بقى بعد كده دورق الخلاط عندي ونزلت فيه بالمانجا المخلية كده زي ما انتوا شايفين. هنزل عليه كده بمية تغطيلي المانجا بتاعتي، مية ساقعة متلجة. وهحط بقى السكر بتاعي سكر حسب الرغبة. هضرب بقى العصير بتاعي كده زي ما انتوا شايفين وهبتدي اصبه على الفواكه اللي موجودة عندي، يدوب يبقى قدها بالظبط. تمام، تقليبة كده. وبعدين هبتدي اقطع بقى الموز ده، دايما بقطعه اخر حاجة عشان ما بيستحملش تقليب كتير. كمان بقطعه محمل شوية عشان ما يتهريش اثناء التقليب. تمام، تقليبة بقى سريعة كده وهبتدي اعبي الفخفخينة بتاعتي كده في اكواب او كاسات او اطباق اللي هي بتاعت الخشاف، ايا كان المتاح او الموجود عندك قدمي فيه الفخفخينة بتاعتك. بحطها بقى عندي في التلاجة، تنفع بقى للبيت اللي جالك ضيف على سهوة. حقيقي حقيقي طعمها حلو جدا جدا وكمان سهلة وسريعة. تمام، عبيت بقى كل الكمية كده عندي ما شاء الله، عملت لي كل الكاسات اللي انتوا شايفينها دي كده ما شاء الله حلوة جدا. ده بقى باقي العصير اللي اتبقى عندي، عصير المانجا. هجيب بقى هنا البذرة والقشر اللي كنت نقعاهم من الاول. طبعا المية كده زي ما انتوا شايفين لونها اصفر، اخدت كل الطعم من بذرة المانجا وكمان من القشر. هنزل بقى بالقشر والمية كده في الخلاط، وهظبط كمان السكر بتاعهم كده وهضربهم في الخلاط كويس جدا جدا. هصفي بقى العصير بتاعي. وهنا بقى فايدة القشر ان هو بيتقلي قوام العصير شوية. العيب الوحيد اللي في العصير ده انه لو قعد لتاني يوم بيغمق سنة بسيطة لان القشر هنا كان اخضر. بس كده، ولا بيمرر ولا اي حاجة تانية. شايفين قوام العصير حقيقي حلو جدا جدا. ويكفي ان انا من منجاية واحدة طلعت 3 لتر من عصير المانجا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، بحبكم في الله.